بس انا حماده يعني باخد بالي كده من حاجات، انه مثلا واحنا قلدوا ان احنا جوه المطبخ شويه، بس انا الاقي ان انا جوارديولا بقى موجود في مصر من السوشيال ميديا. على فكره دي كارثه. يعني ده لازم يكون فيه، احنا اكيد عارفين ان الراجل ده جاي، لازم الراجل ده يحصل له كامبين ويحصل له فوتو سيشنز وكروس منشننج، والعالم كله يعرف والعالم كله يشوف مصر من خلال جوارديولا. انما الراجل بيجي يقعد مع مراته وعياله بيتفسح زيه زي اي واحد اسمه اكس واي زد وبيمشي واحنا ما نعرفش حاجه. بس هقول لك حاجه مثلا، يعني انت دلوقتي، انا لسه قاري امبارح ان مايكل اوين هنا في مصر. ايوه لسه حد قال امبارح، أيوة لسه عارف صح. معلومه من امبارح. ومايكل طلع اوين احمد هنا يحيى في راح مصر الهرم وبيصور فيلم مصري يعني. اوكي. ما فيش الاينمنت برضه، مفيش كوميونيكيشن. يعني لازم يبقى فيه يعني في تبليغ ان فلان الفلاني صح. موجود. من اتحاد وزارة الكوره هو الداخلية. الجهه صح. الرسميه المفروض المنوطه باي حاجه ليها علاقه بكور. بسيلبرتيز او صح. كوره او كده، انك تعلم الجهه ديت او تعلم وزاره السياحه او تعلم وزاره الشباب والرياضه، بيبقى موضوع مهم للجهه اللي جايبه السيلبرتي ده. وفي سيلبرتيز كتير قوي بتيجي احنا ما بنعرفش على فكره. صح. بس انك تعلن، طبعا انت ممكن تدي له سبورت، ممكن يقول لك لا وجع دماغ ولسه هنقول مش عارف مين ويعملوا لنا ايه ويعملوا والامن والدوشه والزحمه. بس خلي بالك، بص انت السعوديه بتعمل ايه؟ يعني السعوديه، انت راجل ابتديت حديثك ان انت ذاكرت سبورتس ماركتنج، فهنتكلم مع بعض ذا سيم لانجوج. هي الناس دي طبقت المفهوم بتاع سبورتس ماركتنج بفيزز، وكل فيز سليمه 100%. فاهم؟ كريستيانو لو قاعد بيفطر فهو بيتصور، بيحصل كروس مانشنينج. فاهم؟ السعوديه بيحصل لها اكسبوجر. اقول لك حاجه يعني خدت بالك من اعلان ميسي بتاع السعوديه، ولا مش فاكر كان اعلان مين اللي كان بيشوف في الحيطه فيقول وي كانت. بعدين بقت وي كان، عشان هم حتى بيوصلوا للعالم احنا ما كناش نقدر نعمل كذا، دلوقتي بقينا نقدر نعمل كذا. هقول لك حاجه، ده بروجكت دوله يعني، او السعوديه هي واخداه بروجكت دوله. صح. البادجت بتاعت رونالدو في نادي النصر متاخده من صندوق الاستثمار السعودي. صح. فموضوع هم واخدينه سكوب جلوبال اكبر من كده بكتير يعني. مش مجرد وهم لعيب بصراحه عندهم فيجن لغايه 2034، فالفيجن لسه مكمله يعني، لسه معاهم 10 سنين شغالين في الشغلانه دي، وبتهيالي هيفاجئونا في ال10 سنين دي بمفاجآت اكبر بكتير من اللي عملوها لغايه دلوقتي. وهل احنا نظرنا ضعيف يعني؟ ما عندناش فيجن مثلا؟ مش يعني ايه احنا يعني ايه الصعوبه في اللي انت بتتكلم فيه ده؟ لان هو من كتر ما هو سهل انا بصراحه اتجنن. بص احنا ما عندناش تارجت، يعني احنا ما عندناش بلان. تارجت. انت محتاج تارجت، محتاج تقول مثلا انا عايز انظم اولمبياد في 2040 مثلا يعني، انت فاهمني. مش هتلاقي حد يقول لك يا عم اللي يعيش بقى. فتبتدي تشتغل على التارجت دوت والبلان دوت، وتبتدي تشتغل عليه صح يعني تبقى في كاليبرز ويبقى في ناس ماسكه البروجكت دوت من دلوقتي لغايه، شوف لو احنا بنتكلم 16 سنه من دلوقتي، انت فاهمني. يعني مع السعوديه شغاله على بروجكت لسه قدامه 10 سنين، شغاله بقى لها سنه او سنتين، فهيشتغلوا 12 سنه، سكوب 12 سنه ان هو ينظم كاس العالم. فطبعا حماده مره جابوا همام ابن محمد او محمد ابن همام، اللي احنا عمرنا ما نعرف اسمه محمد او يعني الاسم اللي هو زي بيل انطوان وانطوان بيل قطر. فبيقولوا على تنظيم كاس العالم، فبيقول لك الشيخ حمد عمل عشاء في راس السنه من حوالي 15 سنه وعزم بلاتر، فهم قاعدين في العشاء بيكلموا كده، قال له ايه رايك كده يا بلاتر لو قطر عملت كاس العالم؟ فبلاتر اللي هو كده الراجل ده بيهزر، قال له ده ستيت صغيره قوي. قال له ايوه، يعني احنا ناقصنا ايه؟ قال له ناقصكم مدن وناقصكم استادات وناقصكم اوتيلات وناقصكم ومترو وناقصكم بلد. قال له لو في امكانيات نعرف نعملها. قال له وريني، يعني وروني بلان. المهم روحوا باي باي، وابتدت لك 7 الصبح لقيته بيكلمني، الامير بيكلم محمد بن همام، تعال عايزك. راح قال له شفت امبارح العشاء كنا بنقول ايه؟ قال له شفت. قال له ايه رايك؟ قال له يا فندم قال له البروجكت ده معاك، انت اللي هيد اوف بروجكت ده،
انا عايز اعمل 2022 كاس العالم في قطر، اتفضل. الراجل بيهزر، اكيد بيهزر. قطر دي 2 كيلو كاس عالم، ايه اللي هنعمله ونجيب فيه مليون فقال لك جبت شويه ولاد من الصغيرين متخرجين من الجامعه ومتعلمين بره، فقعد بكلم معاهم، فالناس كلها اللي هو بصه بسقف اللي هو انتوا يا جماعه شاربين حاجه ولا احنا فين؟ دي اوضه وصاله نعمل فيها ايه؟ قال لك هنبني اوتيلات وهنبني طرق وهنعمل مترو وهنعمل. فالموضوع ابتدى يقلب بجد، وفي اوبن بادجت، والراجل ما ده عملوا ده بورتبل بجد يا جماعه ولا ايه؟ استاد بورتبل ايوه اصلا. ده ما فكوا تركيب. لا معقول يا جماعه هو في كده؟ ايوه واتعملت كام بقى 15 سنه وبلد. بس هي عايزه امكانيات، خلينا نتكلم برضو، هي مش قصه برضو هدف بلس انك لازم يبقى في لا باشا، resources. الايفنتس زي دي محتاجه انفراستراكشر، محتاجه ترانسبورتيشن، محتاجه تكاتف دولة كاملة طبعا، كبيره، أجهزة الدولة وزارات كلها. كتير، صح. محتاجه فريق عمل كبير ان هو يقدر يقوم بالمهام دي. يعني حلم بيبقى حلم بلد. بس حلم انا بلد. بحس ان احنا دايما بنصطدم باحداث، بنصطدم بحاجات زي ايه، عارف انت اللي هو رمضان بكره، ايوه هو احنا نفس اللي مملوك اللي عايشينه. بكره. العيد بكره نفس اللي احنا عايشينه. مع إن اقول إحنا- لحضرتك ابسط حاجه، مدارس بكرة. 2019 كل حاجه بكره أيوة، كله بكره. مشكله الطياره مع صلاح بغض النظر. هاجي لك لدي، بس 2019 بطوله 2019 كاس آه. افريقيا اللي تحفة، وكان اتنظمت في دلوقتي مصر. ده وعملتها كويس جدا. بس هي جت ازاي مصر؟ لو يعني تفتكر. اعتذرت للكاميرون. كاميرون الكاميرون اعتذرت، اعتذرت ما قدرتش تنظم. والدوله ساعدت على نجاحها. الدولة ساعدت على نجاحها، الدولة ساعدت ان هي تيجي مصر. صح. اه طبعا. فبس انت اشتغلت فيها قد ايه؟ أنت شهرين اشتغلت فيها 3 فبراير، اه مارس، ابريل، مايو، واتعملت. والبطولة انا بقول لك يعني 3 4 اشهر. 4 5 شهور. انت بتعرف تعمل لو عايز تعمل حاجة لو عايز حلوة قوي.